هنايا كنعلموا الخياطه هنايا في هذا القسم هذا. عندي فيه 3 د الافواج، كل فوج عنده 2 المرات في السيمانه. كنبدا ليهم في الاول كاع كندير ليهم الخياطه باليد، لان كاينين بزاف ديال البنات ما كيعرفوش عمرهم ما خيطوا. كيجيو في الاول كيشدوا الابره والخيط، كيديروا الخياطه صغيره كونتو فلوخو اربان، كيفاش كيشدوا الحوايج الكتاف. من بعد كيديروا القياسات، كيفاش كتشدي القياس باش تخيطي الكسوه، سروال، قميجه، فستان. من بعد هاد القياسات هادو كنديروا باترون. صافي كيشدوا البنات المقص باش يديروا الفصاله، كيفصلوا القميجه، كيفصلوا الكسوه. كنبداو باليدين عاود الكول صافي حتى كيكملوا. كنعطيو لهم واحد الشهر بين شهر 9 لشهر 7 كنعطيو لهم شهر ونص ولا شهر كيخيطوا الحوايج ديالهم. كاينين بزاف ديال البنات على حساب، كاينين اللي كتعجبهم الخياطه كيبغيو يتعلموا الخياطه الصنعه صافي باش يخيطوا راسهم، باش ما يعطيوش لحد اخر يخيط لهم. المهم يصاوبوا داكشي، ما كيلقاوش القياسات ولا الحوايج اللي بغاو في السوق، كيبغيو يخيطوا راسهم. كاينين هنا بزاف ديال البنات عاود كيجيو يتعلموا الصنعه للزمان، حنا تنقولوا السلاح ديال الزمان، باش من بعد الى يعني يخدموا بها، يجيبوا الفلوس، يعاونوا راجلهم ولا يعاونوا الوالد ديالهم. الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كنقابة التي اختارت أن تدافع على الملفات المطلبية للعمال، والتي تتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، اختارت كذلك أن تنفتح على كل الطاقات أو كل المغاربة الذين لا يشتغلون وليس لهم شغل. فإذا نعتبر أن المراكز تدخل ضمن استراتيجية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل تأطير مجموعة من الطاقات المغربية التي تتواجد على هامش عالم الشغل. ولهذا في إطار التعاون الذي نعيشه كنقابة مع نقابة الاتحاد العام لعمال كاتالونيا، اخترنا أن نخوض هذه التجربة، والتي تتضمن خلق مراكز للتكوين والتأهيل المهني للنساء. بحال هاد التعاونيه هذه في الاول حنا كان عندنا غير هذا المركز، كان صغير يعني مركز كان الهيهان، كان واحد البيت صغير، كانوا عندي غير 40 ديال المستفيدات. من بعد بدا كيكبر، العام الثاني بدا زاد كثر، بدينا ما لقيناش فين نديروا البنات. شنو درنا؟ حلينا الحيط باش يكون القسم كبير. العام الاخر حتى وصلنا عندي 100 مستفيده، بحال سكرتير ولا شي حاجه، الخدمه في الشركه ولا خدمه في شي محل، ولا كيطلبوا منه خص تكون قاريه بزاف، خص تكون هذه، خص تكون عنده بزاف ديال الدبلومات هنا. ولكن الخياطه الاغلبيه علاش كتنجح هنايا الخياطه؟ لان كتجمع كل شيء، كتجمع اللي قاري كمل القرايه ديالو كيبغي يدير الصنعه، كتجمع حتى اللي ما قارياش. كنديو معنا اي دوره تكوينيه كيطلبوا لينا واحد المستفيده كتهضر، كيقولوا لها شنو بغيتي، زعما شنو بغيتي ديري بهذه الخياطه، علاش كتعلمي الخياطه، شنو هذه. كانت كتطلب منهم يعني تخدم. شي مرات بزاف ديال البنات يقولوا لها كنتعلموا الصنعه عام كامل، كنجلسوا في الدار كلشي كيمشي، كنتلفوا هذا الشيء، شنو خصنا شي بلاصه نخدموا فيها، نتعاونوا على الزمان، نتعاونوا هذه. تماك جات لهم الفكره ديال التعاونيه. طلبونا واحد المره قالوا لنا راه خصكم تجيو باش نفتحوا واحد التعاونيه البنات هذوك اللي كيخيطوا تماك، باش يخدموا مور هذا الشيء ديال الشواهد ومور التعلم، غادي يلقاو فين يخدموا.
صافي وبدينا دابا بعشرة، وكاملين دوك 10 ديال البنات كانوا هنا مستفيدات، كانوا عندنا هنايا هزوا الدبلوم دابا شي عامين ولا 3 سنين. بدينا بعشرة ان شاء الله الا نجح العام الجاي قالوا لنا دخلوا عاود شي 10 اخرين كل عام ان شاء الله حتى يكبر يكون شي معمل كبير ان شاء الله.